اللي انتوا شايفينه ده واحد طعن مراته كذا طعنة بالسكينة في المحكمة عشان رفعت عليه قضية خلع. انتوا متخيلين؟ يعني احنا متخيلين الموضوع واصل ازاي؟ يا عم هو بالعافية؟ يا جماعة هو ازاي ان انا بشوف كتير من الرجالة، وانا مش عارف اقول عليهم دول رجالة ولا مش رجالة ولا وضعهم ايه، انه يجبر مراته انها تعيش معاه ويهددها، وان لو انت مش هتعيشي معايا مش هتشوفي العيال، لو مش هتعيشي معايا هرميكي في الشارع، لو مش هتعيشي معايا همنع المصروف عن العيال. في ايه يا عمي؟ في ايه؟ ما تسترجل شويه. واحده بتقول لك انا مش عايز اعيش معاك، انت ازاي تقبل على نفسك انك تكمل معاها يوم تاني؟ يا عم اعمل بكلام ربنا، امساكم بمعروف او تسريح باحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم. يا عم في ايه؟ استرجل، وعيب عليك انك تعمل كده. ست مش عايزه تعيش معاك، خلاص سيبها، سيبها لحال سبيلها. ايا كان، انت اللي عندك الحق ولا هي اللي عندها الحق ولا غيره، سيبها شويه، قول لها هسيبك شويه، هديكي مهله شهر اتنين. لو لقيتي نفسك لسه، ومهله دي وانت بعيد عنها، تديها مساحه من الحريه. اذا هي لسه عايزه معاك خلاص هتقول لك انا يعني كان شيطان راكبها، كان في مشكله، كان في غيره، وهترجع تعيش معاك. انما لو هي خلاص استحالت العيشه معاك، خلاص سيبها. لو هي لسه مصممه سيبها واسترجل، وارجع لربنا يا اخي. ده حاجه يعني بجد بقت تقرف. الواحد مش متخيل ان ده نوع من الرجاله في الحياه.